اللغة فيها عيب، لو سبتها بتسيبك، بتزهقك. يعني الطالب بتاع ثانوية عامة اللي داخل عايز يكسر الدنيا وعنده هدف وبتاع والكلام ده، وهو كان منفض أصلا الإنجليش في أولى وتانية، بيشقى بيتعب، لأن اللغة تحسها بتعاقبك. مم. مش بتاعت شهر 2 3، مش بتاعت إن أنا هحس إن أنا مجهودي بيباي أوف على طول. لأ، يعني أنا مثلا لو ادينا مثال على مادة زي التاريخ، أنا مثلا عندي، أنا معرفش هي فيها كام باب في ثانوية عامة، 8 تقريبا. نقول 8 أبواب. لو أنا ذاكرت الأربعة الأولانيين وما ذاكرتش الأربعة التانيين، أنا عارف أنت بكسب وقتي. مم. السؤال اللي هيجي لي في الابواب اللي انا مذاكرها هجاوبه، السؤال اللي هيجي في الابواب اللي انا مش مذاكرها مش هجاوبه. فالحسبه بسيطه قوي. تعال على الانجليش، احنا عندنا 12 يونتس، 12 وحده في الانجليش. لو انت ذاكرت اول 6 وما ذاكرتش ال6 التانيين، تخيل ان ممكن ال6 التانيين ينكدوا عليك في ال6 اللي انت اصلا مذاكرهم. مرتبطين اكيد في ارتباط. مرتبطين ببعض. فالانجليش بيحتاج تراكم، والنتيجه بتاعته مش على طول. مش هتحس انك شاطر على طول، مش لو حفظت 1000 كلمه تحس انك شاطر، لا، محتاج 2000، محتاج 3. همسك الحته دي. ها. يعني انا كنت عايز اعلق على حاجه انت قلتها، قول لي. ان موضوع على حاجتين مش حاجه واحده مم. بس. اول حاجه، انا ادركت اهميه اللغه كانجلش، ما كانش معايا غيره لسه. اول مره دخلت، احنا اتكلمنا في ده قبل كده في البودكاست القديم، لما دخلت حقل بترول كان في مهندسين من روسيا ومن ماليزيا ومن ايطاليا ومن انجلترا ومن امريكا ومن الهند، جميع الجنسيات واقفه حواليك ومحدش بيتكلم لغه حد. وكان في صينيين، ولا الصيني بيتكلم هندي ولا الهندي بيتكلم صيني ولا الصيني بيتكلم روسي، ما كانش حد بيتكلم لغه حد. أدركت جمدان اللغة دي بالذات لما لقيت كله بيتكلم بيها. إيه ده؟ الموضوع مهم بشكل أنت مش متخيله. الموضوع، ولو سافرت بره بلد ما بتتكلمش إنجليش أصلا، المفروض يعني اللغة الأم بتاعتها مش الإنجليش، بس بيتكلموا إنجليش، والسياح اللي فيها بيتكلموا إنجليش. إيه ده؟ فالموضوع مهم جدا جدا جدا.